لو فاضل عندكم رز من امبارح ومش عارفين تعملوا بيه ايه، تعالوا اقول لكم على اكله خطيره بتطلع تحفه. هنستخدم فيها الرز اللي فاضل عندنا. رز بالبشاميل. اول حاجه هنحط شويه بشاميل في البايركس، وبعد كده هحط عليه الرز. هحط لكم في اول كومنت طريقه البشاميل وطريقه العصاج. حطيت الرز. بعد ما حطيت الرز هحط عليه كمان شويه بشاميل عشان الرز كله يبقى غرقان بشاميل. دلوقتي هحط اللحمه المفرومه. بعد ما اغطي الرز باللحمه المفرومه هحط الخضار اللي انا عايزاه. انا بحط بسله، ممكن نحط بسله وجزر كمان. عايزه اقول لكم ان الاكله دي ممكن تعملوا جنبها سلطه بس، لانها فيها بروتينز وكربوهيدرات وخضار، داخل فيها كل حاجه. دلوقتي هغرق الوش بشاميل واتاكد ان البشاميل غطى الوش كويس، وهدخله الفرن على درجه حراره 180 حوالي نص ساعه. لما يبتدي يسخن من فوق هفتح عليه الشوايه عشان ياخد لون. بصوا بقى، اكله ما حصلتش، والرز بيبقى واخد طعم البشاميل ويجنن. جربوها وقولوا لي رايكم.